السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، مع حلقة جديدة وحكاية ممتعة وجميلة. في برنامجكم الشيق يحكى أن، حكاية اليوم بعنوان كن ذكيا. وتدور أحداث الحكاية في مملكة الحيوانات في غابة بعيدة مليئة بالأشجار والأنهار، وجداول الماء العذب، بالإضافة إلى عديد من الحيوانات. وبطل حكايتنا هو الخروف جميل. جميل وذكي، كان صديقنا الخروف جميل دائما ما يتنقل في الغابة، لكن بحذر وذكاء، يبحث عن العشب الأخضر، والماء العذب، وكان يتحرك دائما بخفة. خوفا من الحيوانات المفترسة. وفي يوم من الأيام وبينما صديقنا الخروف يقف عند حافة النهر، ينتظر صاحبه، فوجئ بالثعلب يمسك به، حيث أنه لم يكن منتبها وقد تحرك الثعلب المكار بين الأشجار والعشب بخفة وحذر، حتى لا يسمع صديقنا الخروف جميل، فأمسك به في حين غفلة. وقال: أخيرا أيها الخروف المزعج، وقعت في يدي بعد انتظار، لقد كنت أحاول منذ مدة طويلة، ولكنك حذر جدا، فلم أستطع الإمساك بك. أخيرا وقعت في يدي، سوف آكلك الآن. ولن أدع منك شيئا. ارتبك صديقنا الخروف، وقد وجد نفسه في مشكلة كبيرة، وأن حياته مهددة. فأصبح يفكر ويفكر. لا بد من استخدام ذكائي، يجب أن أجد حيلة تخلصني من الموت ومن يدا هذا الثعلب المكار. الذي سيأكلني بدون تردد. أخيرا لمعت عينا الخروف، فقد جاءته فكرة ذكية. فقال للثعلب: أيها الثعلب الذكي، لقد استطعت الإمساك بي، فهذا يدل على ذكائك، ويدل على عبقريتك، لكن إن تركتني أشرب ماء فأروي به لحمي. فسوف تنال مرادك. فالماء خلقه الله تعالى، وجعل منه كل شيء حي، لذا سيصبح لحمي لذيذا، وطريا على أنيابك، كما أنني سأصير أشهى وألذ. نظر الثعلب إلى الخروف طويلا، ثم ابتسم ابتسامة ماكرة. وقال له: صدقت أيها الخروف. ثم ابتسم ابتسامة ماكرة. وقال له: صدقت أيها الخروف، أنا فعلا ذكي وعبقري، وبعبقريتي استطعت أن أمسك بك. ولن يستطيع خروف مثلك أن يخدع عبقري مثلي. لم تظهر علامات الارتباك على الخروف. بل أضاف: أيها الثعلب العبقري، هل تظن أنني يمكن أن أخدعك؟ تعال وانظر بنفسك، الماء سيجعل لحمي طري، وطعمه جميل ومستصاغ. ترى يا أصدقاء، هل تفاعل الثعلب؟ وهل انطلت عليه فكرة الخروف؟ ستعرفون كل ذلك، لكن بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا. فاصل ثم نواصل. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء، عدنا إليكم بعد الفاصل، مع حكاية الخروف والثعلب، والتي هي بعنوان كن ذكيا. كنا قد توقفنا قبل الفاصل في محاولة صديقنا الخروف جميل بإقناع الثعلب المكار حتى يتجاوب معه ويسمح له بشرب الماء. نظر الثعلب إلى الخروف طويلا، وقد بدأ يقتنع بكلامه، فقال له: هل تقول أن لحمك به مرارة؟ التقط الخروف الذكي هذه الكلمة، وعرف أن الثعلب بدأ يقتنع بكلامه، فقال مدعيا التعجب: بعض المرارة؟ بل بها الكثير من المرارة، ولن يذهبها إلا الماء العذب الذي خلقه الله تعالى، وبه حياة النفوس. ثم أضاف: أيها الثعلب، إذا كنت لا تصدقني، جرب بنفسك لحمي قبل الماء. ولكنني أعرف أنك تحب اللحم الجميل. وهنا سال لعاب الثعلب الذي قال: لا 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 أريد. أريد لحما جميلا وحلو. لا أريد لحما مرا. وقال في نفسه: هذا الخروف تحت يدي، وأنا سآكله لا محالة، فلا مانع من شرب بعض الماء حتى يصبح لحمه لذيذا. فقال: هيا أيها الخروف اللذيذ، اشرب ما تريد من الماء العذب. فاقترب الخروف
وبدأ يشرب من الماء وهو يفكر في حيلة جديدة حتى يبتعد مجددا من الثعلب. فجاءته فكرة غسل صوفه. وعندما اقترب الثعلب من الخروف قال له: انتظر أيها الثعلب، أعلم أنك نظيف وتحب النظافة، لذا ما رأيك أن تتركني حتى أنظف صوفي فالنظافة تقتل الميكروبات والجراثيم، التي لا بد أنها علقت في صوفي، وأنا أريدك أن تأكلني حتى تشبع ولا تصاب بالأذى. ابتسم الثعلب حتى ظهرت أسنانه، وقال: هذا الخروف نظيف جدا، حسنا، هيا اغسل صوفك. وتعال لي لآكلك بهدوء. دخل الخروف إلى الماء وقام بغسل صوفه، فأعجب الثعلب بمظهره، فقال: أيها الخروف النظيف، الآن لحمك أصبح نظيفا وجميلا. لكن الخروف الذكي سأله قائلا: أيها الثعلب العبقري. رد عليه: نعم أيها الخروف الشهي. قال الخروف: أي جزء ستبدأ منه؟ قال الثعلب: قدميك. قال الخروف: هل تأذن لي بطلب أخير؟ رد الثعلب: إنك مزعج أيها الخروف، وكثير الطلبات. ماذا تريد هذه المرة؟ قال الخروف: أريدك أن تنظر إلى قدمي، إذا كانتا نظيفتين أم لا، حتى تأكلني وأنت مرتاح البال. رد الثعلب: يا لك من خروف نظيف. وأضاف: على الرحب والسعة. فالتفت إلى قدم الخروف حتى ينظر إذا كانتا نظيفتين، فقام الخروف الذكي ورفسه بقدميه بكل قوته، فتدحرج الثعلب وسقط في النهر من مكان مرتفع وشاهق، وسقط داخل الماء، وهو يصيح والماء يدخل إلى فمه. لقد خدعني هذا الخروف الذكي. ثم أصبح يردد: الويل لك، الويل لك، الويل لك أيها الخروف. وغاب مع النهر الجاري. نظر إليه الخروف بانتصار وفرح، وقال: يا لك من ثعلب أحمق. وأسرع يجري وهو مسرور، وقد حمد الله على نجاته، فقد أنقذه الله من هذا الثعلب بفضل ذكائه وسرعة تصرفه. انتهت الحكاية يا أصدقاء، لكن بها الكثير من الدروس والعبر، منها أن نستخدم ذكاءنا في الخير، ولا بد لنا من الحذر. أيضا تعلمنا أن المسلم يجب عليه التصرف في حالة المواقف الخطيرة، ولا بد أن يعمل عقله حتى يخرج من هذه المواقف بكل حكمة وذكاء، ولا يستخدم الذكاء للشر أو لأذية الناس. حسنا يا أصدقاء، ما الذي استفدتموه أنتم؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الظاهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية. على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. هذا صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.